السلام عليكم، انا خالد رغام، طالب في كلية طب اسنان، وجاي النهارده اقول لكم تعملوا ايه الفترة دي. يا ما وقعنا في الطريق ونقوم، لا حزن كان بيدوم ولا جرح بيطول. جالي كومنت زي ما هتشوفوا دلوقتي في الفيديو بيقول: دكتور لو سمحت، هل كفاية اني امشي مع المدرسين بانتظام اول فترة؟ يعني ما زودش حاجة المدرس بتاعي ما قاليش عليها غير شهر واحد او اتنين مثلا. فانا حبيت ارد على الكومنت ده بفيديو عشان فعلا السؤال ده جاي كتير. انا عارف ان الناس في الفترة دي بتنقسم لنوعين. في ناس هتقول لكم شدوا جامد من اول السنة، وفي ناس هتقول لكم ابدأوها بالراحة عشان ما تتعبوش. فانا جاي النهارده عشان اقول لكم انا شايف وجهة نظري ايه، وشايف ان ده الاحسن وده الافضل. بصراحة في الموضوع ده انا وجهة نظري ان انتوا تبدأوا جامد. طب هتبدأوا جامد ازاي؟ معنى ان انتوا تبدأوا جامد ان انتوا تبدأوا جامد كحل. انا مش عايز حد يبدأ جامد او يهلك نفسه في الشرح. انا مش عايز حد يروح لكذا مدرس يشوف شرح. انا عايز تبدأ جامد في الحل. من الحاجات اللي كنت بقع فيها ساعات في الاول ان انا كنت بقول ان احنا لسه في اول السنة وانا لسه قدامي السنة طويلة وعشان ما اتعبش فخليني ابدأ بالراحة، ولكن الموضوع ده غلط تماما. انت لازم تبدأ جامد لان انت كده كده هتتعب. ده اللي انا حابب اصدمكم بيه. انتوا كده كده لازم كل واحد فيكم هيجي وقت في السنة وهيتعب ومش هيقدر وهيقع وهياخد يومين او 3 مش قادر يذاكر فيهم في كل فترة. فسواء انت بدأت جامد او بدأت بالراحة فانت كده كده هتتعب في السنة. هتيجي يومين 3 مش قادر تذاكر، مش قادر تعمل حاجة حتى لو بدأت في الأول خفيف. وده بيكون بسبب ضغط الدروس اللي بيعملوه المدرسين على الطلبة وبيخليكوا مرهقين ذهنيا، فانتوا مش قادرين تعملوا حاجة. فسواء انت بدأت خفيف هتلاقي بعد كده برضو المدرسين بيضغطوكوا وهتلاقي نفسك تعبت. فانا شايف ان الفترة دي انسب حاجة ليكوا ان انتوا تخلصوا كل المدرس قال عليه، وبعد كده ده بيبقى على حسب قدرات كل واحد. في واحد خلص الدرس وبعد كده لقى ان هو يقدر يحل كتاب او 2 او 3 كمان على الدرس ده. في واحد ما يقدرش يعمل كده، فدي بتبقى على حسب قدرات كل واحد. طبعا الحل الكتير هو اساس ثانوية عامة. انت لو عايز تجيب مجموع او انت عايزة تجيبي مجموع فده اساس ثانوية عامة ان انت تحل كتير. وهي برضو بتفرق على حسب المدرس بتاعك او بتاعك اداكوا واجب قد ايه. ممكن مدرس يدي الواجب صفحة، ممكن مدرس يدي كتابين. فانت بتبقى على حسب برضو المدرس بتاعك هيخليك تحل قد ايه. طبعا كنت عملت لكم فيديو عن المدرسين، لو عايزين تشوفوه ادخلوا على القناة الفيديو اللي قبل ده على طول هتلاقوا عملت لكم فيديو عن المدرسين اللي كنت باخد معاهم اونلاين طول السنة، وهتلاقوني سايبه لكم في الاي فوق. فانا كنت بعمل ايه؟ انا كنت باخد الدرس بحل عليه من كتاب المدرس، بحل عليه من كتاب الامتحان او اي كتاب خارجي اساسي انا محدده. انا برتب الكتب في الاولويات عشان اعرف احل ايه. فانا بحل كتاب المدرس، بعد كده بحل الكتاب الاساسي اللي بعده من الكتب الخارجيه لو المدرس مش بيحلها معانا، وبعد كده بحل كتاب تاني وكتاب تالت على حسب الكتب قد ايه. بس كان المتوسط ان انا بحل في الكتب الخارجيه حوالي 3 أو 4 كتب، ممكن 3. في مواد على حسب المواد اللي محتاجه حل كتير زي الفيزياء زي الاحياء، فدي مواد محتاجه حل كتير فيها فممكن توصل ل4 غير كتاب المدرس. في مدرسين كانوا بيحلوا اصلا معانا كتابين غير كتابهم، زي مثلا دكتور احمد الجوهري كان بيحل معانا كتاب الامتحان وكتاب التفوق غير كتاب بتاع الجوهري نفسه. فعشان كده زي ما قلت لكم بتفرق على حسب المدرس اللي انت معاه وعلى حسب قدراتك. بس في الاخر نصيحتي ليكم ما تبدأوش بالراحة، لان في ناس كمان اعرفها بدأت خفيف ومش قادرة توصل للمستوى اللي هي عايزاه. فالموضوع بيبدأ تدريج. يعني ايه بيبدأ تدريج؟ انت في اول السنة او انت في اول السنة طبيعي هتبقوا مش قادرين تذاكروا، مش قادرين تقعدوا على الكتاب قوي. يعني حتى احنا عدينا تقريبا شهر ونص في ثانويه عامه، فالحماس اللي كان في الاول بيبدا يقل بالتدريج. اول السنه انت بتخش في حماس ومستعد تذاكر كتير جدا وتحل الكتب كلها. كل شويه كل ما الوقت بيعدي كل ما الحماس بيقل. فعشان كده انتوا لو استغليتوا الفتره دي في انكم تبداوا بالراحه وتمشوا واحده واحده ممكن تفضلوا بالراحه دي وما تبداوش تعلوا مع التدريج. ولكن انا لما اقول لكم ابداوا جامد فانتوا هتشدوا على نفسكم جامد، وغصب عنكم السنه هتخليكم تشدوا اكتر. غصب عنكم هتلاقوا بدل ما انتوا بتحلوا كتابين هتحلوا 3 هتحلوا 4. فانتوا تبداوا مثلا بكتابين خارجيين حلو قوي مع المدرس، وغصب عنكم زي ما قلت لكم هتلاقوا بالضغط وهتلاقوا ان انتوا قربتوا على الامتحانات عايزين تشوفوا افكار اكتر عايزين تحلوا اكتر، هتلاقوا انكم بتعلوا بالتدريج. هتلاقوا ان انتوا بداتوا تحلوا 3 كتب بداتوا تحلوا 4 كتب. فالموضوع ده بيجي بالتدريج، عمره ما هيجي مره واحده، لان لو جه مره واحده انتوا مش هتكملوا عليه. زي ما قلت لكم حلوا كتابين 3 بالكتير قوي مع المدرس لو عنده كتاب،
وبس كده. ده اللي مطلوب منكم الفترة دي من اول شهر 10. طبعا هعمل لكم كل شهر برضو تعملوا ايه بالظبط، فاشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. فمن اول شهر 10 لشهر 11، من اول 11 ممكن نزود كتاب، كل مثلا شهرين 3 نزود كتاب، لان بعد نص السنة بشوية انتوا اصلا هتبقوا خلصتوا المنهج. ده اللي انتوا في ناس كتير منكم مش عارفاه، انتوا مش هتخلصوا المنهج على اخر السنة، انتوا هتخلصوا المنهج بعد نص السنة بشهرين تقريبا. فده المعدل اللي بيخلصوا. في ناس بتخلص بدري اكتر من كده، في ناس بتتأخر عن كده شوية، بس ده المتوسط. فما تحسوش ان السنة طويلة وان انتوا قدامكم حرية ان انتوا تحلوا كل الكتب بعد شهرين 3. انتوا هتلاقوا بعد شهرين 3 المدرسين بيجروا، بعد اجازة نص السنة هتلاقوا الدنيا بتطير حواليكم، هتلاقوا كل المدرسين بيخلصوا المنهج وبيجهزوا للمراجعة، فانتوا مش هتلحقوا تعملوا حاجة. عايزين تعملوا ابدأوا من دلوقتي يا جماعة، محدش يكسل، محدش يسمع كلام، ابدأ بالراحة هتعرف تكمل. مفيش حد ما بيقعش، كلكم هتقعوا. المهم اللي يقع لازم يقوم بسرعة، بس انت ابدأ جامد، وواحدة واحدة هتشد اكتر من كده كمان. صدقني انت شايف ان كتابين او 3 كتير دلوقتي، هتلاقي على نص السنة نفسك بتحل 4 أو 5. صدقني الموضوع بسيط، تاخد الدرس حل عليه من الكتاب ده، خلصته الكتاب ده، خلصته الكتاب ده. انا كنت بعمل لنفسي جدول، كنت بعمل لنفسي ان انا في يوم كذا هحل الدرس كذا من كتاب كذا، عشان ابقى منظم نفسي وانظم دنيتي. زي ما قلت لكم، لو انت بتاخد اونلاين او انت بتاخد اونلاين فلازم تعملوا لنفسكم جدول. فده كان كومنت جالي وحبيت ارد عليه عشان جالي كتير، وجالي سؤال بنفس الطريقه كتير، فحبيت ارد عليه بفيديو. فاكتبوا لي في الكومنتات لو عندكم اي استفسار، هرد عليه على طول زي ما انتم شايفين، اول ما بشوف الكومنت برد عليه. فاكتبوا في الكومنتات لو عندكم اي سؤال، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. يا ما وقعنا في الطريق ونقوم، لا حزن كان بيدوم ولا جرح بيطول.